السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا في صحة وعافية. في حاجات ممنوعة للطفل لما يكون أقل من سنة. أول حاجة الملح، لأنه ممكن يحبس السوائل داخل الجسم ويعلي له الضغط. تاني حاجة السكر، لأنه بيسحب المية أو السوائل من الأمعاء للأمعاء وتبقى في الأسطول فيسبب إسهال شديد. تالت حاجة العسل، لأنه فيه بكتيريا اسمها الكوليستريديوم بوترينيوم بكتيريا، بتعمل ريلاكسيشن أو ارتخاء لكل عضلات الجسم، ولما بتزيد بتفرز توكسين أو سموم، فبتلاقي فيه ارتخاء في عضلات الطفل. وطبعا اللعاب برضو فيه سيلان. برضو اللسان بتاع الطفل لما ترفعه كده بخفض اللسان تلاقيه مش بينزل تاني، مش بيعمل اللي هو حركة الجاج ريفلكس. يعني الطفل بيرجع لما تيجي تفتح له بقه بخافض الحرارة، خافض اللسان عفوا. وده مش بيعمله في حالة لما يكون متسمم او في البكتيريا اللي هي الكلوستريديوم بوتيلينيوم. رابع حاجة الألبان الحيوانية، لأن ممكن يبقى عنده حساسية منها، بتعمل أنافيلاكتيك رياكشن. ويا رب أكون قدرت أفيدكم. ما تنسوش